بفرن البيت العادي جدا ومن غير أي مكونات ولا أدوات مخصوص هنعمل ألذ باجيت فرنسي من البيت، قرمشة مش ممكن تتخيلوها، وطبعا فرق السعر شاسع جدا، مش هتستغنوا عن الطريقة دي أبدا. تعالوا نبدأ الوصفة. العجينة ما فيهاش أي حاجة غير شوية مية ودقيق وملح وخميرة بس كده، ومعظم المخبوزات الفرنسية ما فيهاش غير المكونات دي. ونسبة المية للدقيق 75%، يعني كل 100 جرام دقيق هحتاج عليه 75 جرام مية. لو فاكرين خبز الفوكاتشا عايزين تعملوا نفس الطريقة التطبيقة اللي عملناها، وهسيب لكم اللينك علشان لو عايزين تشوفوها اعملوها. المرة دي أنا هعجنها في العجان، لكل اللي عنده عجان يستعمله، واللي ما عندوش عجان يعمل الطريقة التانية. طبعا انا زودت شويه الميه لان الدقيق اللي عندي بيشرب كتير جدا، الجفاف عندي شديد جدا، فطبعا النوع دي بيختلف من مكان لمكان. الحاجه التانية لما تيجوا تجيبوا الدقيق لازم تتاكدوا ان نسبه البروتين فيه عالي جدا، مش عالي جدا يعني لو لقيته 13% يبقى كويس قوي، خير وبركه، بس انا استخدمت 11.7% نسبه البروتين فيه علشان يكون معايا عرق. وطبعا زي ما انتم عارفين الملح والخميرة لما بحطهم مع بعض بحطهم بعيد عن بعض عشان الملح ممكن يأثر على شغل الخميرة ويضعفها. عجنتها حوالي ربع ساعة. المية عادية يا جماعة، المية مش سخنة أبدا ولا دافية حتى، أنا مش عايزاها تختمر بسرعة، أنا لسه هخمرها لأن احنا هنخمر العجينة دي تخمير على البارد، فأنا مش عايزاها أبدا أبدا تكون المية دافية وتبدأ تشتغل الخميرة خالص. شايفين العجينه مش ستيكي قوي، هي المفروض تكون ستيكي شويه برغم اني زودت ميه، بس لسه العجينه تقبل ميه تاني، لكن انا هعملها لكم كده. الطريقه الاصليه بتبقى ستيكي اكتر من كده شويه، وهتغلبكم اكتر في الشغل خصوصا لما نيجي نشكلها. وبرضه هوريها لكم لان انا عملتها، وبرضه هوريكم منها مقتطفات لو انتوا حابين تشتغلوا بالعجينه اللي هي ستيكي اكتر. لكن معظم ستات البيوت علشان هم اسهل لهم ان هم يعملوا بالعجينه دي هتطلع ناجحه جدا، والفروقات هتبقى بسيطه قوي، هوريها لكم في اخر الفيديو. بعد ما عجنتها خلاص غطيتها بالدقيق، حطوها على طول في الطبق اللي هتختمر فيه. انا سبتها على البورد وهسيبها على الرخامه حوالي ساعه كده لحد ما تبدا تدخل في التخمير. لو الجو عندكم حر شيكوا عليها كده بعد نص ساعه. وبعد ما تختمر شويه هحطها بقى في البول واغطيها كويس ببلاستيك واسيبها في التلاجة لتاني يوم. المفروض تاخد 14 او 16 ساعه في التلاجة، لو اكتر من كده مش مشكله ما تقلقوش. وبقينا تاني يوم بالسلامه، قلت بقى اصور لكم في نور ربنا. شايفين بقى اختمرت ازاي وهي في التلاجة؟ كل ده على البارد لانه بيفرق جدا جدا في طعم العيش لما هتعملوه بعد كده. هسلكها كده من الجوانب شوية وهنزلها على البورد، والبورد عليه دقيق برضو عشان العجينة ما تلزقش، وهي العجينة عندي زي ما قلت لكم مش طرية قوي. بنزلها بالراحة ومش بفضي الهواء منها خالص، واستعمل حاجة كده تكون حادة شوية وشارب عشان لما اقطع التقطيعة تكون حادة وما تتقطعش مني، واحافظ على الهواء اللي اختمرته طول الوقت ده في التلاجة. الوزن بتاعها بقى على حسب، يعني لو فرنكم كبير يستحمل ان انتوا تعملوا لوف كبير او طويل يعني اعملوا 250 350، بس طبعا احنا الافران بتاعتنا مهما كانت كبيره برضو هيبقى كبير قوي عليها، فممكن تعملوا الوزن من 150 ل 225. انا عملت 225. لما يكون في قطعه زياده فوق كده صغيره عشان تلفوها صح اضغطوها كده على بعض، حطوها في نص العجينه واقفلوا العجينه بالتطبيقه دي او حتى رول عادي كده زي ما انا بلفها، عشان وقت التشكيل تبقى سهلة عليا ان هي تتشكل معايا على طول. انا بلفهم واسيبهم بس حوالي نص ساعة او حاجة علشان هي لسه باردة، فانا عايزاها شوية تبقى في حرارة الغرفة. الفرن بسخنه قبلها بنص ساعة على اعلى درجة حرارة. طبعا لو عندكم حجر البيتزا حطوه هيسخن معاها ويبقى جميل جدا، لو ما عندكوش استعملوا صينية زي دي كده، انا بقلبها على ظهرها علشان انا هستخدم صينية هحط عليها ورق الزبدة برضو مقلوبة على ظهرها، وهزحلق ورق الزبدة لما هشكل عليه بقى العيش هزحلقه على الصينية اللي في الفرن. وعندي صينية تاني جوه الفرن تحت خالص بحطها قبلها مثلا ب10 دقايق أو حاجة تسخن جدا برضو، وأحط فيها شوية مية متلجين أو حتى أي مية عندكم، المهم يبقى فيه فرق درجة حرارة عشان أنا عايزة بخار ضروري جدا. بشكل بقى كل لوف زي ما انتم شايفين كده، طبقته من الجنبين، وبعدين بحط صباعي الإبهام ده في النص ما بينهم علشان أزق بيه لجوه واطبق الطرفين على بعض، اللي فوق على اللي تحت. شايفين؟ يعني انا هعملها لكم تاني برضو بشكل اوضح. زي ما انتم شايفين كده، اضغط كويس قوي على الطرفين دول وابدا الف اللوف، ولما اجي الفه ما الفش من النص. شايفين النص خلاص عندي رفيع، مش محتاجه ارفع اكتر من كده، انا باخد الطرفين هم دول اللي هرفعهم شويه.
فدايما امسك العجينه كده والف زي ما انتم شايفين بحيث ارفع الجزئين اللي في الاخر. طبعا لو هتخمروها على ورق زبده زي ما انا عامله هنحط الخط اللي مقفول هيبقى هو اللي ملامس للورق الزبده. بقلبها طبعا عشان بخلي السطح الاملس هو اللي تحت والجزء اللي مقفول ده هو اللي برجع اقفل منه تاني. بعد ما طبقتها كده هطبق الجزء اللي فوق على النص او بعد النص بشويه بعد التلتين كده، وبرده الناحيه التانيه هعمل نفس الحكايه، هطبق التلت التاني عليها. بطبق الطرفين بقى اللي فوق مع اللي تحت، وادي الابهام بزق بيه كده زي ما انتم شايفين. اتمنى تكون واضحه كده. طبعا لو العجينه بتلزق معاكم هيبقى اسهل كتير القفله دي يعني. شكلتهم خلاص، حطيتهم على ورق الزبده وهسيبهم لحد ما يختمروا. هياخدوا حوالي ساعه ونص، من ساعه لساعه ونص، ممكن ياخدوا اقل من كده على حسب الجو عندكم عامل ازاي. هرش بقى عليهم الدقيق، وطبعا كنت اتمنى يبقى عندي الموس بتاع العيش اللي بيقطع، او الموس اللي حتى الحلاقه بتاع زمان ده اللي بيتباع لحد دلوقتي. انا جبته بعد كده بس طبعا يعني في التصوير ما كانش عندي، فاستخدمت المشارط اللي عندي. وطبعا المشرط ده مش حاد خالص بالمره، ما ينفعش خالص مع العيش. اول حاجه شايفين الجزء اللي فوق هو ده اللي انا بقطع منه، مش بقطع من الجنبين خالص ولا بقطع بزاويه، بقطع في الخط اللي فوق ده، الجزء اللي فوق، وخط طويل بطول الرغيف، خط واحد او كذا خط براحتكم، المهم ان هو يكون بطول الرغيف. الموس اللي انا ماسكاه ده او المشرط لازم اقطع بزاويه زي ما انتم شايفين كده، شايفين ايدي 45 درجه، مش عمودي على العيش. والخط اللي بقطعه من فوق. تاني خط باجي اقطعه، انا بقطعه من فوق من بعد الخط الاولاني بشويه، مش تحتيه، من جنبه. شايفين؟ بروح على التلت الاخير او حتى النص التاني بتاع الخط الاولاني وابدا اعمل الخط التاني من جنبه. طبعا المفروض الخط يبقى سريع وحاد جدا وخط واحد وسريع، مش اللي انا بعمله ده خالص، بس طبعا مش مهم ابدا. المهم ان احنا هنخلق نقطه ضعيفه في العيش بحيث ينتفخ منه ويديني الشكل الحلو. لو ما عملتش الخط ده ممكن العيش يفرقع من اي مكان فيطلع لي شكل كده مش متناسق خالص ويتقطع مني ويبقى شكله مش حلو. بعد ما بقطعهم على طول اروح مدخلاه على الفرن، ما استناش عليه ابدا بعد القطع. طبعا لو عايزين الخط حاد تقدروا تشتروا الامواس، بتتباع اونلاين، او حتى امواس الحلاقه بتاعت زمان هي لسه بتتباع لحد دلوقتي في الصيدليات. وانا بمسكها كده بعصايه، او لو عندكم هاند عشان ما تعوركوش بحط عارفين عصايه المصاصه، انا عندي منها بشتريهم علشان بستخدمهم في الكيك بوبس، بس انتوا هاتوا اي مصاصه واستخدموا العصايه بتاعتها. هوريكم دلوقتي عامله ازاي. بعد كده على طول بفتح الفرن وازحلق ورقه الزبده اللي فيها العيش دي على الصينيه اللي في الفرن، والصينيه اللي تحت الصغيره دي بحط فيها الميه البارده او التلج وهي الصينيه سخنه فتخلق لي بخار. بعد ما احط الميه لازم على طول اقفل الفرن عشان احبس البخار، دي اهم 5 دقايق في العيش. اهو يا جماعه ده شكلها. الموس انا ركبت فيه كده، دخلت فيه العصايه بتاعت المصاصه دي. شايفين بعمل الخط ازاي؟ بالطول وبزاويه، شايفين؟ خط واحد حاد سريع جدا، بصوا. وبعد تقريبا 10 دقايق بتبدأ كده تستوي وتاخد اللون الحلو والشكل الحلو. اغمق بقى اللون براحتي، هي كده ما استوتش للاخر، اسيبها لحد ما لونها يغمق اكتر، فبسيبها 10 دقايق كمان. طبعا عشان الفرن عندي مش سخن قوي زي الافران بتاعت بره، فانا بسيب الفرن على اعلى درجة حرارة يكمل تسوية. اسمعوا بقى. والخبطه اللي بخبطها دي دليل على ان هو من جوه استوى حلو قوي ومش معجن. بصوا بقى الشكل من جوه عامل ازاي، وهوريكم الفرق بينه وبين العيش بقى اللي كان بنسبه هيدريشن اعلى، او الميه كانت فيه اعلى ولازج اكتر. دي العجينه اللازجه اكتر، شايفين؟ دي ممكن تعملوها بقى زي الفوكاتشا بالظبط، هنطبقها من الاربع جوانب ونسيبها ترتاح نص ساعه ونرجع نطبقها ونكرر العمليه دي حوالي 4 مرات. شايفين؟
انا بستخدم السكريبر ده لانه بيسهل عليا جدا، مش بيخليها تلزق في ايدي. وبرده تاني يوم حطيتها في التلاجة، وتاني يوم طلعتها واختمرت اهي. وبنزلها بقى بحط دقيق كتير لان هي لزجة زي ما انتم شايفين جدا. طبعا انا اخترت لكم الطريقه الاولانيه لانها اسهل كتير في التعامل، خصوصا للناس اللي متعقدين من العجين. كمان في التشكيل هتبقى اسهل لكم كتير، دي بتمط جدا ومش هتعرفوا توقفوا نفسكم وانتوا بتفردوها، فخليكم في السهل احسن. برضو بلفها كده وبسيبها ترتاح. انا حبيت اوريكم الطريقتين عشان لو عايزين تجربوا واحده فيهم يبقى الاتنين عندكم. دي تقريبا نسبه الهيدريشن من 82 ل 85%. طبعا انا بستخدم هنا الكوش، اللي احنا بدل ما نخمر على ورق الزبده لا، هنعمله التخمير على الكوش. والكوش ده هو القماش اللي زي اللينن كده، بيكون تقيل شويه، وده مهمته ان هو بيخلي الشيب بتاع العجين يعني يبقى قابب كده لفوق، ما يبقاش مفلطح او ما يبقاش فلات. يعني لما تيجي تختمر ما تبقاش كده من الجنبين فلات، لا تبقى قابه لفوق شويه. شايفين الستيك ازاي؟ كل ما تلاقوها بتلزق حطوا دقيق على المكان اللي انتوا هتلزقوا فيه بايديكم كده عشان ما تلزقش في ايديكم. بعد ما بضغطها طبعا بحاول اشيل بقى الدقيق اللي زياده ده، لان وانا بلفها مش هتلف معايا، هتفضل تتزحلق على الرخامه لو في دقيق كتير. ممكن تستعملوا قماش مطبخ بس ترشوا دقيق رز مش دقيق عادي، علشان الدقيق العادي العيش هيمتصه والعجينه هتمتصه وممكن يلزق في القماش. او تريحوا نفسكم وتستعملوا ورق الزبده. هنا انا حطيته على القماش ده بسيبه يختمر، ودايما لو هتسيبوه على قماشه يختمر خلوا الخط يبقى هو اللي لفوق مش العكس، عشان لما اجي اقلبها بالشكل ده واحطها على ورق الزبده يبقى سهل. بعد ما بخبزها شوفوا الفرق، دي الفرق بين التانية ودي. شايفين الجيوب اللي جوه دي الهواء ده عشان استخدمنا طريقه الفوكاتشا او التطبيق اللي هو الاستريتش اند فولد، واستخدمنا نسبه ميه اعلى في العجين فعملت لي الهواء والفراغات اللي جوه دي. بس صدقوني الفرق مش واضح خالص، والتانية كان طعمها خطير. ودي كانت ألذ وأنجح وأسهل طريقة لخبز الباجيت في البيت، وبألف هنا.